فد واحد في الحديث اكو بالتاريخ انه ايام بني اسرائيل هذه كانت فد شجره تعبد من دون الله، فهو كان مؤمن متدين، قرر انه يجي يشلعها هاي الشجره. حتى شنو؟ هذه آلة ابليس، وثن. فاجوا كانت عنده همه، فبالطريق تعرض له ابليس تصور بشكل انسان. في الروايه اكو قبل ميلاد النبي صلى الله عليه واله كان مسموح لابليس انه يتشكل بشكل الناس، مسموح له من فضل الله على البشريه انه ببركه ولاده النبي صلى الله عليه واله هذا الاختيار الله تبارك وتعالى اخذه، بعد مو مسموح له. والا الانسان ما يدري هذا اللي جاي يخاطبه جاي يتعامل وياه منو. على كله فتشكل ابليس بشكل انسان، اتعرض له بالطريق، قال له ها وين تروح؟ قال جاي اشلع هاي. قال له عندي لك فد اقتراح. ابليس بس هو ما يدري هذا ابليس. روح ارجع لا تشلعها، راح كل يوم تقوم من النوم تلقى لك ليرتين ذهب يم راسك، واذا تريد جرب. فرجع نام، قام من النوم بالفعل شاف ليرتين ذهب يم راسه. وبعدين يوم ويومين، ورا كم يوم قام شاف ماكو ليرة ذهب، فاستشاط غضبا، عصبي صار، قال اروح اشلعها، هذا اللي وعدني خلفني. فراح بعزيمه وهمه مشى، راح بصوب الشجره، لانه الان ما انطى، هسه يمكن ليلتين ثلاث ورا بعد ما انطى، فصار عنده غضب شديد. اجى يشلعها، تعرض له ابليس، قال له ها وين تروح؟ قال جاي اروح اشلع الشجره. قال له ما تقدر تشلع الشجره، ذيك المره انت صدق لله اجيت تشلع الشجره، الان انت لانه ما وصلتك الليرات، فمن اجل دنيا، من اجل انه ذاك الشخص خالف الوعد مال وياك، هسه متى تروح؟ روحك تطلع ما تقدر تشلعها. فهو هم بالفعل اجى، كل ما حاول ما قدر يشلعها. ذيك الهمه اللي كانت همه الهيه، الوازع، الغرض، الهدف الله كان يقدر يشلعها من جذورها. بس هسه بعد شنو الوازع؟ انه فلوس ما وصله، الوعد خالفه. فد واحد اسمه الأعشى. أعشى هذا أيام النبي صلى الله عليه وآله، يسموه الأعشى الكبير. هذا أبو اللغة العربية، هذا أكبر خبير في اللغة العربية. قال له النبي صلى الله عليه وآله لما بعث فوصل الخبر، هو يعيش بالحجاز وشخصية كبيرة وشيخ عشيرة ومكانة كبيرة. قلت أبو اللغة العربية، هو أكبر خبير في اللغة العربية. فوصل الخبر أنه فد واحد ابن يتيم ما يعرف اسم النبي هم صلى الله عليه وآله، يسموه محمد صلى الله عليه وآله. وصل الخبر أنه هذا يدعي النبوة، فبدأ يستهزئ، لأنه تدرون 500 سنة بعد ماكو نبوة. النبي صلى الله عليه وآله الأنبياء ثم أرسلنا رسلنا تترى، الأنبياء واحد تلو الآخر إجا. أما بعد عيسى فجأة حصل فتور. القرآن يقول وجاء على حين فترة من الرسل. النبي 500 سنة الناس بعد على كل حال نست الأنبياء. عيسى راح صعد إلى السماء وماكو نبي ماكو نبي ماكو نبي، مو سنة و100 سنة. فلما اجى فد واحد باسم النبي صلى الله عليه وآله بعث ادعى النبوة، العالم كلهم ما كانوا يصدقوا. من جملة هذا كان شيخ كبير مهم كل الشخصية، فقام يستهزئ بالنبي. هو مو بمكة، بالحجاز، بوسط الحجاز. ف كل ليلة يقعد قاعدة من الليل للصبح، وهذول جماعته وربعه يجون يقعدون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله.
شلون فد واحد على كل فد يوم ورا كم يوم هيك كل ليله يقعدون ليالي، فد ليله سالهم قال لهم بالله هذا اللي يدعي النبوه لازم فد معجزه يجيب. شنو معجزته؟ قالوا قرآن. قال لهم قرآن شنو؟ قالوا معجزه في اللغه العربيه. قال ها هاي شغلتي، بالله اعطوني فد عباره من هاي عبارات اللي جايبها بالقرآن مالته، مثل على غرار مثلا التوراة. اللغه العبريه هذه مو تخصصه، بس القرآن لغه عربيه بعد، هاي شغلته، هو امام في اللغه العربيه. قال لهم شنو يعني قرآن؟ جيبوا فد عباره من عباراته نقروا له فد ايه، بس قروا له هذا صفن تخبل. ذيك الليله الى اخر الليل كلمه ما حكى، صفن صفقته الكلمه. هاي العباره اللي من القرآن، هو خبير بعد، هو يدري اصلا مثل فد واحد مدهوش قعد وهيك ما حكى. هذول قعدوا صنفوا على رسول الله صلى الله عليه واله وضحكوا وكذا، هو هيك ما قال. باكر بالليل مره ثانيه اجى قال لهم بالله فد ايه ثانيه فد عباره ثانيه عندكم؟ قالوا ايه هذا هوايه عنده عبارات. قال لهم بالله فد وحده ثانيه. قرأ له هالمره مره ثانيه، انصعق الكلمه قرآن كلام الله، هو خبير. صعقته صعقته، فهم بالليل من الليل للصبح ما حكى هذا، هم بقى دايخ. الليله الثالثه هم سأل، انطوفت آية ثالثة في نفس الوقت. قال لهم بويا هذا يقينا رسول الله هذا. قال لهم أنا باكر راح أروح إلى مكة، أروح آمن به. قال لهم شنو هذا ابن يتيم، فد واحد فقير الله بالكاد يحصل له لقمة يشد حجر المجاعة، هذا خطية كذا. أعمامه يقولون هذا مخبل مجنون، مو واحد اثنين، معروف أنه هو أصلا. قال لهم ولكم انتم ايش دراكم باللغة العربية؟ أنا تخصصي هذا مو كلام إنسان، هذا مستحيل إنسان يقدر يصيغ العبارة بهالكيفية، هذا مستحيل، هذا مو شغل إنسان. أنا أدري هذا الشيء، هذا تخصصي، شنو أنتم تدرون؟ قالوا خلاص تجون ما تجون أنا وحدي أمشي. فالخبر وصل إلى مكة، قريش وذول ملاعين على كل حال شافوا هذا إذا يجي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله راح كل الأمة تؤمن برسول الله، كل الناس. تدري بعد هذا فد واحد زعيم كل اللغة العربية في الحجاز، هذا إذا آمن بعد ما يبقى أحد ما يؤمن، لأنه هذا يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله بالإعجاز. فقالوا شو نسوي؟ قالوا ما يصير، كل صورة لازم هذا نصرفه ما نخلي. فوقفوا له في مدخل مكة، بوابة مكة وقفوا له انتظروا له حتى يوصل. هذول ملأ قريش، هذول زعماء قريش ملاعين، واحد ألعن من الآخر، هذول اللي هالقد أذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقفوا له. فلما وصل قال له ها وين جاي؟ قال خلاص جاي أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يريدون يثبطوه، يريدون بكل صورة يرجعوه، لأن هذا إذا آمن كل المعادلات تتغير. قالوا له بس تدري هذا إذا تؤمن به هذا يحرم الخمر. قال ها يعني ما يصير نشرب؟ قال إيه. قالوا له ما يصير، إيه هذا يقول حرام. داخ. تدري الأنبياء كلها، كل الأنبياء حرموا، ماكو نبي بعث إلا حرم الخمر. بس المشكلة أنه 500 سنة ماكو، الأنبياء توقفت النبوة، بين عيسى عليه السلام والنبي ماكو أنبياء، وفاصلت 500 سنة. فالأحكام الشرعية والشريعة، شريعة إبراهيم كلها على كل حال نسيت. فذكروه قال هذا يحرم الخمر. قال له ها كلش داخل. قال شلون أنا؟ بعدين فكر قال ما يخالف، ماكو شارع، اروح امن به، لانه هذا الله. وباكر شو اسوي انا اذا اريد اخالفه فلان؟ بالنتيجه شلون ما كان
امتنع من الكذا. شافوا ما فاد وياه، قالوا له خوب هذا يحرم الزنا هم. قال هم استوقفته شويه، فكر وبعدين قال ما يخالف نمتنع، شو نسوي؟ هذا الله وهذا نبي وهاي شاهد. قال له انت ما تجوز، ارجع بابا، اخر ما تدري هذا فلان كذا كذا. قال لهم بابا انتم شنو تحجون؟ هذا تخصصي انا اعرف يا انتم تعرفون، انا افتهم. شافوا ماكو شاره، هذا مقفل، وهذا اذا يجي يؤمن كل المعادلات تتغير. فطلعوا في حيله، هاي حيله ابليس ملعون. لابد ابليس، ان الشياطين في القران الكريم ليوحون الى اوليائهم. قال له تعال اقتراح، تعال اخذ هذا 100 بعير، انطوب 100 بعير، اخذ اخذهن هذني، ارجع اذبحهن وكلهن، انت عندك عشيره وعندك ناس وعندك جماهير وعندك اتباع وكذا، روح اي وقت خلصن ذبحن على كل وكلتهم هذني كلهم، مره ثانيه تعال وارجع وامن بالنبي. النبي خو ما ينتهي لك مجال، حرامات تخسر هاي الصفقه. فشويه فكر، شاف ما متضرر، يجمع بين الحسنيين على قولته، هم دنيا هم آخرة. فرجع بأمل أنه يذبحهن ويوكلهن على كل يقيم ما أدري كذا مالته المضيف ماله، وبعدين يرجع. أخيرا ما وفى، مات وما رجع، ما إجا وما آمن برسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله ما انتفع بإيمانه وبعلمه، حتى علم هذا تدري هذا خبير. الله في القرآن يقول آية عجيبة، يقول وأظله الله على علم. شلون فد واحد يكون عالم وضال؟ شلون الله يقول أنا تشوفه فد واحد عالم بس منحرف، شلون يصير منحرف؟ شلون يصير عالم يدري شلون ينحرف؟ إذا العالم على كل حال سبب علمه هو الدنيا، وهذه الدنيا ما تنفع العلم، هذا العلم بعد ما ينفع. إذا واحد من أجل السلطة والهيمنة وفلوس وما أدري عناوين وشخصية يروح يدرس يصير عالم بس يصير منحرف. إن كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. مو